في 3 أخطاء مهمين جدا لو بتعملهم قبل التمرين مستواك عمره ما هيتقدم، والأسوأ من كده إنك ممكن تتصاب من غير ما تحس. اديني دقيقتين وركز معايا جدا في الفيديو دوت وهقولك إزاي تتفادى إنك تتصاب. أهلا بيكم في قناة اتعلم الكورة ولعب صح، القناة اللي هتخليك تطور مهاراتك الكروية وتلعب باحترافية. لو عايز تبقى لاعب مميز وتتعلم كل أسرار اللعبة، يبقى لازم دلوقتي تعمل اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد، ومتنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك معانا برأيك في الكومنتات علشان نطور مع بعض ونخلي القناة دي بيت كل عاشق لكرة القدم. الخطأ الأول هو نزول التمرين من غير إحماء. أول غلطة بشوفها عند عدد لعيبة كتير جدا إنها بتنزل الملعب من غير ما تسخن وجسمه بارد. جسمك محتاج يسخن بشكل كويس ومفاصلك محتاجة تتحرك قبل ما تلمس الكورة. ليه؟ لأن هنا أنت في الحالة ديت لما بتسخن كويس بتكون جاهز بشكل أفضل وبتمنع عنك الإصابات. والحل هنا 4 تمارين بس هتعملهم لمدة 20 ثانية، فتح وضم، هاي ني، جامبات، دول كفاية جدا يخلوك جاهز للتمرين. حتى لو هتجري 2 أو 3 تسخين كويس جدا، دي حاجة كويسة جدا هتمنع عنك أي إصابة تضرك أو أي إصابة تجيلك ساعة التمرين أو ساعة المباراة. فالمهم جدا ان انت تسخن جسمك كويس جدا علشان ما تجيلكش اصابات. والخطأ التاني هو ان انت بتنزل التمرين وانت جعان. لعيبه كتير بتنزل التمرين من غير ما تاكل حاجه خفيفه، وبعد اول 10 دقايق تلاقيه تعبان ومش قادر يجري حتى في الماتشات. ليه؟ لان جسمك مفيهوش طاقه. جسمك بيطلع طاقه خلال المباريات او خلال التمرين، فلازم انت تكون مجهز له الطاقه او البنزين بتاع جسمك ان انت تقدر ان انت تلعب 20 40 50 90 دقيقة، مفيش أي مشكلة. الحل إن أنت قبل التمرين بساعة كل حاجة بسيطة، موزة، تمرتين، توست عليه جبنة، كوباية شاي بسكر خفيف، مش لازم وجبة كبيرة بس لازم طاقة لجسمك. الخطأ الثالث إنك تشوط أو تتمرن بقوة قبل ما جسمك يسخن. في لعيبة كتير أول ما تنزل الملعب تمسك الكورة وتشوط وتعمل كور طويلة وباور عالي جامد جدا، ودي أخطر حاجة. أوتار رجلك لسه ما سخنتش، وعشان كده لو نزلت الملعب قبل ما تسخن وشوط كورة قوية جدا أو كورة طويلة ومحتاجة قوة في رجلك، هيجيلك على طول أمامية أو خلفية أو ضمة، وإحنا مش محتاجين الحاجات ديت. فلازم تسخن كويس جدا قبل ما تحط القوة في التمرين. والحل هنا ان انت لازم تبدأ ب3 دقايق تمرير بسيط مع الزميل، جري بالكورة، تحكم، تنطيط، حاجات بسيطة بحيث ان انت واحدة واحدة تبدأ تخش على تدريبات القوة او السرعات. وقبل ما نقفل حلقتنا النهاردة في 3 نصايح لو ركزت فيهم مستواك هيعلى جدا. اول حاجة اشرب مية قبل التمرين بربع ساعة. تاني حاجة نام كويس قبل يوم التمرين. تالت حاجة ما تستعجلش على السرعات والشوتينج، سخن كويس الاول. لو استفدت من الفيديو ادعمني بلايك واشترك في القناة واكتب لي في التعليقات ايه اكتر غلطة كنت بتعملها قبل التمرين، واستناني الفيديو مهم جدا الاسبوع الجاي عن تحسين المهارات الاساسية. وكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. لو استفدت النهاردة متنساش تعمل لايك وتشترك في القناة اتعلم الكورة والعاب صح، وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد، واعمل شير لاصحابك علشان يستفيدوا. اكتب رأيك أو سؤالك في الكومنت وأنا هرد عليك في الفيديوهات الجاية. استنوني في تدريبات ومهارات جديدة هتخليكم تلعبوا صح وتبقوا نجوم في الملعب. سلام.